لما انت تروحي عند الراجل يقول لك كيلو الطحينه ب 150 جنيه وانت ممكن تعمليه في البيت ب 50 جنيه يبقى حرام عليك. اكسبلوروا لايك وشير ونبعد عن اذيه الغير، ويلا بينا نجوم الكوكب نعمل الطحينه في البيت. اول حاجه هنقيس على كوبايه الشاي اللي انتوا شايفينها دي. اول حاجه كوبايه من السمسم تكون متحمصه. نص الكوبايه كوبايه سمسم بيضه. قلب من ده على مرندة. هجيب المطحنة بتاعة الخلاط واطحنهم حبة حبة يكون شكلها بعد ما اتطحنت. كوباية زيت من نفس الكوباية، وهجيب شفشق الخلاط هنزل بنص كوباية الزيت في شفشق الخلاط بالشكل ده. بعد كده هشغل الخلاط لمدة دقيقة، وده هيكون الشكل المطلوب للزيت، شكل ابيض بالشكل ده. وهنزل بقى بالسمسم المطحون فوق الزيت بالشكل ده كده. بعد كده هشغل الخلاط وانزل بنص كوباية الزيت التانية سرسوب سرسوب. بقى بطرمان الطحينة بتاعنا زي ما انتم شايفين كده بالشكل الروعة ده. غطاك الجميل بقى يا حبيب قلبي، وعايز اقول لكم في الاول كده هتحسوا ان هي خفيفة، بس لما تقعد هتتقل. اكسبلور كتير ولايك كتير، واكتبوا لي في الكومنتات بقى وشيصوني كده يا نجوم الكوكب يا جامدين.